السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عاصفة رملية مصحوبة ببعض التساقطات تجتاح مدينة مراكش مساء اليوم الخميس، حيث وجد عدد من مستعملي الطريق صعوبة كبيرة في السياقة بسبب عدم اتضاح الرؤية. وقالت المصادر إن هذه العاصفة أدت إلى سقوط أشجار، منها شجرة في عرصة البيلك بجامع الفنا، واضطر عدد من المواطنين إلى ركن سياراتهم جانبا في انتظار مرور العاصفة المخيفة التي امتزج فيها الغبار الكثيف برياح قوية. فيما أكدت بعض المصادر أن سقوط شجرة بحديقة عرصة البيرك بمدخل ساحة الجامع الفنا أدت إلى وفاة شخص في عقده الرابع. وجاء سقوط هذه الشجرة في سياق عاصفة رملية مخيفة تجتاح المدينة، حيث الغبار الكثيف والممزوج برياح قوية مع تسجيل لبعض التساقطات.